ازيكم يا نصور، اخباركم ايه؟ طبعا البوت اللي هنشرحه النهارده كنا منزلينه على التليجرام من فتره، اللي هو البوت اللي تبع لبايبت اللي اسمه بايبت كوين سويبر. طبعا عشان هو تبع لبايبت فهيبقى بوت قوي جدا ولازم الكل يخش فيه، لكن مشكله البوت ده ان اللعبه اللي فيه صعبه شويه ومش ناس كتيره جدا بتعرف تلعبها، فانا هطلع اشرحها في الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله. وشرح البوت كده كده اصلا مش هياخد وقت، هتشرح بسرعه يعني. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تصلي على النبي وتنورني في جروب التليجرام عشان بينزل اخر الاخبار اول باول قبل اليوتيوب كمان. ده غير طبعا جروب الشات اللي احنا لسه عاملينه، بكون قاعد فيه شخصيا برد على الناس كلها، فيا ريت برضه تنورني فيه. طبعا اللايك والاشتراك هنا في اليوتيوب بيدعمنا في صناعه المحتوى وبيخليه يظهر بالكواليتي اللي انت شايفها دلوقتي. والنهارده ان شاء الله هنشرح بوت كوين سويبر او كسح الالغام. البوت هيفتح معاك بالمنظر ده، ولو تاخد بالك تحت مكتوب كلمه بايبت عشان البوت ده تابع لمنصه بايبت. هتدوس على كلمه بلاي زي ما انت شايف، جايب لك توتوريال او بيعلمك ازاي تلعب اللعبه. هدوس على كلمه نيكست بعدين ستارت جيم، وهدوس على كلمه بلاي ناو. قبل ما نلعب اللعبه خلينا نشرح القوائم اللي تحت على اليمين دي. اول خانه الانفايت بيقول لك كل صديق هتقعد تاخد عليه 4000 نقطه، وبيقول لك اول 5 اصدقاء فقط. فانا ما اعرفش يعني انت لو جبت ازيد من 5 مش هتتحسب عليهم، الله اعلم، لكن غالبا لا، لان انا في ناس كتير جدا دخلت من الرابط بتاعي لما كنت منزله على التليجرام، فاظن تقريبا انت تتحسب على 5 بس. ده بالنسبه لخانه الانفايت. خانه التاسك اللي جنبها هنا المهمات بتاعه البوت ذات نفسه. اول حاجه بيقول لك حط اليو اي دي بتاعك من منصه بايبت. انت مجرد ما بتخش على السيتنج بتلاقي تحت اسمك على طول، والباقي طبعا مهمات سهله جدا. هتنضم بس للثلاث جروبات بتاعتهم وتاكد ان المعمول جنبها صح عشان تتحسب لك النقاط بتاعتها. كلمه الشنطه دي محدش لحد دلوقتي يعرف هي لازمتها ايه، لان انا خلصت اللعبه كذا مره وبرضه عندي صفر، فاظن هيبقى لها اهميه قدام. خانه الليدر دي بتقول لك الناس الاوائل على اللعبه، لكن طبعا احنا مالناش علاقه بالكلام ده. خش بقى الاهم خانه وهي خانه السويب. اول حاجه هتعملها تضغط على اي حته في الشاشه، فلنفترض مثلا في النص. اللعبه باختصار زي ما انت شايف كده، هتلاقي دايره صفراء مكتوب عليها 1 ودايره خضراء مكتوب عليها 2. الواحد ده معناه اللي فيه قنبله في اي ركن من اركان الواحد ده، يعني المربع اللي حواليه او في الكورنر، تمام كده. فنركز بقى مع بعض واحده واحده. خلينا نمسك الجزء اللي على الشمال ده ونخلص منه. زي ما انت شايف الكوين دون حواليه قنبله، فدلوقتي عايزين نشوف الاركان بتاعته. عندك ادي 1 2 3 4 5، فبالتالي القنبله هنا ليه بقى؟ لان بقيه الاركان اساسا فاضيه، فنحط علم هنا عشان نعرف ان هنا في قنبله. فبالتالي بالنسبه للمربع ده او المربع ده القنبله بتاعتهم خلاص احنا عرفناها، فبالتالي المربع ده فاضي ما فيهوش قنابل. هنفتحه دلوقتي. زي ما قلت لكم هنا ما فيش قنابل خلاص. خلينا نمسك الواحد ده، لو نبص الاركان بتاعته عندك ادي المربع ده اهو، تمام ماشي سليم، يبقى هنا اكيد في القنبله لان حواليه اساسا ما فيش قنابل، فنعمل علامه عشان نعرف ان هنا في قنبله. وبالنسبه للواحد ده طالما هنا في قنبله يبقى هنا اكيد ما فيش قنبله، فنفتح دون. وبالنسبه للواحد ده طالما هنا في قنبله يبقى اكيد ولا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا في قنابل، هنفتحهم دلوقتي. وبالنسبه للواحد دون لو شفنا الدايره بتاعته هنتلاقي اللي هنا اكيد في القنبله، وبالتالي لو مسكنا الثلاثه دي ده معناه ان في 3 قنابل حواليها. احنا طلعنا دي واحده ادي الثانيه، يبقى اكيد الثالثه هنا اهو، فهنعمل علامه حواليها. بالنسبه للاثنين دي لو شفنا المربع بتاعها هنتلاقي اللي هنا اول قنبله وخلاص احنا علمنا عليها. لو مشينا كده فبالتالي هنا ثاني قنبله، فهنعمل علامه هنا اهو. فبالتالي بالنسبه لواحد طالما القنبله جنبه هنا اهو يبقى هنا اكيد فاضي. خلينا نمسك الاربعه دي. احنا طلعنا قنبلتين حوالين الاربعه، تمام كده، فبالتالي لسه في قنبلتين، فاكيد القنبلتين هيبقوا هنا او هنا او هنا. لكن طبعا احنا مش هنخمن، هنمسك الاثنين اللي فوقيها، اكيد القنبلتين هيبقوا هنا او هنا او هنا، فبالتالي الاثنين دول مشكوكين في امرهم جدا، فبالتالي المربع ده هيبقى فاضي زي ما انتم شايفين طلع فاضي. وبالتالي القنبله الثانيه هتبقى فوقيه على طول، لان انت طلعت واحده جنبه على الشمال اهي يعني، يبقى اكيد اللي فوق فيه قنبله، فهنعمل علامه. وبالتالي برضو اللي فوق العلم برضو فيه قنبله، لان انت طلعت 2 اهون وواحده هي، يبقى اكيد في واحده هنا برضه. فبالتالي بالنسبه للاثنين دي انت خلاص طلعت القنابل اللي حواليها اللي هي دي ودي، فبالتالي الاثنين دول فاضيين. هنفتحهم زي ما انتم شايفين هنا الواحد جبنا القنبله بتاعته، فبالتالي فوقيه فاضي. ولو مسكنا الاثنين دي وعملنا مربع حواليها هيطلع احنا جبنا القنبله الاولى، فاكيد القنبله الثانيه هنا اهو. فاكيد بالنسبه للاثنين دي وجبنا القنبلتين خلاص بتوعها يبقى اكيد ده فاضي. ولو مسكنا الاثنين دي وعملنا مربع حواليها هنتلاقي القنبله الاولى هي، فبالتالي دي القنبله الثانيه. طبعا لو مسكنا الاثنين دي احنا جبنا خلاص القنبلتين بتوعها، فبالتالي ده فاضي. وبالنسبه للواحد دون احنا جبنا القنبله بتاعته، فبالتالي برضه ده فاضي، فده امان جدا. والاثنين دي احنا خلاص برضه جبنا القنبلتين بتوعها، فاكيد ده فاضي. وطبعا الواحد جبنا القنبله بتاعته، فاكيد ده فاضي وده فاضي. وبكده تكون انتهت اللعبه. وبس كده، يا رب الفيديو يكون عجبك واللعبه تكون ممتعه معاك. ولو عندك اي مشاكل يا ريت تنورني في التليجرام، هرد عليك وحل لك اي مشاكل باذن الله. واشوفكم على خير الفيديو القادم.